السلام عليكم. معانا النهارده غلايه براون WK 300 تكون صناعه تشيكي، بتيجي 1850 واط وبتوصل معاك لحد 2200 واط. بيكون في فلتر بيمنع نزول اي رواسب مع صب الميه. الغلايه دي بتيجي 1.7 لتر، بتجلي 200 مللي ميه في 45 ثانيه. اول ملحوظه ان الغلايه فيها نظام حمايه للتشغيل، ما ينفعش الغلايه تشتغل طول ما الباب مفتوح. طول ما الباب مفتوح الغلايه مش هتاخد اي امر، لازم اكون حاططها على القاعده وقافل الباب كويس وابدا اشغل. في نظام حمايه لو كميه الميه بالغلايه اقل من ادنى مستوى بالمؤشر الموجود على الجسم. النظام ده بيحس بوزن الميه بالغلايه، لو قليله بيمنع عمل الغلايه او لو فاضيه تماما، وكمان بيفصلها لو فضلت تجلي حتى انتهاء الميه، او لو شلتها فجاه من على القاعده بيفصل. والافضل ان احنا ناخد بالنا من عدم تشغيل الغلايه فاضيه كحرص ذاتي. وكمان بيكون في لمبه بيان بتبين لنا الغلايه شغاله ولا لا. من التحذيرات الهامه ان احنا ما نملاش الغلايه اعلى من المستوى عشان غليان الميه ما يخرجش بره وتيجي ميه على الاجزاء الكهربائيه. الفلتر اللي في مخرج المياه مهم جدا للغلايه، مش بس لفلتره المياه، لكن لو مش موجود الغلايه بتجلي في وقت اطول من اللازم، ممكن ما تفصلش اصلا. فلو الفلتر ده ضاع او انقطع ضروري يتم استبداله حفاظا على الجهاز وسلامه المستخدم، وهو متوفر لدينا كقطعه غيار بالموقع الالكتروني. وعشان ننظف الغلايه نتاكد ان احنا ما نحطهاش كلها تحت الميه، نستخدم فوطه مبلوله ننظف بيها الغلايه من بره، ولو هننضفها من جوه نستخدم فرشه او سفنجه ما تكونش خشن. ولو عايزين نشيل الاملاح المترسبه بالقاعده بنملى الغلايه 400 مللي ميه و400 مللي خل ابيض، ونسيب المحلول ليله كامله في الغلايه، وتاني يوم نغسلها بميه صافيه، ونملى بعد كده الغلايه ونشغلها ونفضيها مرتين او 3 لحد ما ريحه الخل يروح منها. ولو لسه في رواسب ملحيه تحت ممكن نكرر العمليه تاني، وممكن ننقع الفلتر في الخل برضو لحد ما ينضف. ختاما هتلاقوا لينك شراء الجهاز وجميع الاكسسوارات في الديسكريبشن تحت على الموقع الالكتروني بتاعنا، او تقدروا تشرفونا في فروعنا. هتلاقوا الارقام التليفونات موجوده في الديسكريبشن والعناوين. وعشان كل الناس تستفاد يا ريت تعملوا لايك اشتراك وتشيروا الفيديو لاصحابكم. وبس دي كانت كل حاجه معانا النهارده. سلام.